يا صباح الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله بخير. ماذا تفعلون؟ رحت لأنسى شوي، قاعدة مع البنات على كل شي ساعة بالدرس. عندهم اليوم اعراب. نعم يا حياتي، شو عمري انت جاي صباحك عسل. جاي ما تلو صباح الخير. لا اتركي سنود، اعملي لهم صباح الخير. لين هاي سلمي عليهم. انت ليش زعلانة؟ شو بدك بسند؟ طيب شو بدك بسنودة؟ خيو ريحتك عسل، ريحتك عسل عسل بالشامبو والرواحة الطيبة من امبارحة. انزلي يا اخي نجهز حالي انا مشان نروح لعند بابا وماما. بدي اقعد انا عند بابا وماما تيجي على البيت، بدنا ترتاح شوي بتاخذ لها دوش. ذيك المرة لما جت ماما شفت انا كنت عم بطبخ وهيك اخرنا شوي على بابا. لا الاحسن انه حدا بدنا يضل في هنيك هو اكيد انا، لانه ريتشو حيرجع ماما بالسيارة. فبس رح ظبط حالي شوي مشان نطلع برا البيت انا وبالريتش نروح نشوف بابا ونجيب ماما. ريتشو يجيب ماما على البيت. This is what you want. الولاد اليوم كان درسهم شوي صعب، وهو قالت لي بدنا اسبوع لحتى نخلص الاعرابات اللي هن شو اسمه هن هي عاطيتهم على اقسام، يعني المضارع الماضي الاحرف. فاليوم كان عندهم المبتدا والخبر، وهن قبل عاطيتهم الماضي والمضارع والامر والمفعول به. شو كمان؟ والاحرف الجر هدول كلهم اخذوهم. واليوم شو اسمه أداة النهي وعطتهم يعني منيح صار من القواعد. فاليوم وصلت للمبتدأ والخبر وعطتهم جمل، يعني مو بس بخص المبتدأ والخبر، عطتهم جمل مشكلين، يعني شي ماضي شي مضارع شي هيك. فقالت لي كل جملة لازم أقل شي يقعدوا فيها 7 دقايق ليحلوا بتركيز. ما بدي إنه والله حلينا وخلصنا يلا لا. قلت لها طيب ماشي. حلوا قدامي كل واحد تقريبا 3 جمل. قالت لي بدي اياهم يحلوا بتركيز كامل لانه هذا الاعراب شوي صعب يعني وهيك، فلازم اذا غلطوا بيبي يعني انا ما بقول لهم وين الغلط، عرفتوا؟ كرمال هو لوحده يكتشف انه وين مخربط. خلصوا واجبهم بدون ما يقول لك مثلا نحن ماما خلصنا تعي شاركينا وهيك. قال طيب ماشي. لانه ما شاء الله المدرسة ما ضل إلا شي لتفتح، فلازم يكونوا مهيئين ان شاء الله من كل شيء. اليوم فايقة هيك متفائلة، يا رب متفائلة بشي هيك منيح. عرفتوا واحد فيه متفائل، فأنا اليوم هيك فايقة والله